اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير يا رب. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمله ايه؟ بديل للقمر الدين. قمر الدين نازل غالي السنه دي وحاجه مش مضمونه، وتجيبوها يا رب تطلع حلوه يا رب مش حلوه. فاحنا هنعمله بديل للقمر الدين النهارده بحاجات بسيطه خالص، وهيطلع احلى من بتاع بره، وهتجربوا وهتشوفوا. خلاص يا حبايبي، صلوا على النبي يا حبايبي وحطوا اللايك، والأول مرة يشوفني يشترك في القناة وتابعوني لآخر الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. عندك جزر، هتجيبي كيلو جزر، ده اقل حاجة يعني المقادير. انت عايزة تزودي زودي، بس انا هديك ايه الفكرة، وانت لو عايزة تزودي زودي. عايزة تعملي كيلو اعملي كيلو. فهنحتاج كيلو جزر انا مقطعاها اهو، وهنحتاجه جيلي مشمش. شايفين يا حبايبي جيلي مشمش انا عشان، وكوبايه سكر على الكيلو الجزر. انت عايزه تزودي سكر زودي سكر، لان ده هيبقى ايه، هيبقى تقيل ومركز. انت بقى لما تاخدي منه وتحبي تزودي بقى عليه ميه، زودي سكر زودي سكر براحتك، بس مؤقتا وانت بتسلقيه تحطي على كوبايه سكر كبيره كده مليانه هرميه كده. خلاص يا حبايبي، انا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو سلقته اهو بالميه بتاعته كده، هنستعملوه واقول لك هنعمله فيه ايه دلوقتي. بس هوريك الطريقه تعمليها عشان تعمليه براحتك. اهو يا حبايبي، هتحط ايه، ده مقطع اهو كيلو جزر مقطع، وتسلقيه لحد ما يتهري خالص، وكوبايه السكر على الكيلو الجزر. عايز تحطي كوبايتين حطي، كوبايه ونص حطي، وانت بتاخدي منه وتخففيه زودي سكر زي ما انت عايزه براحتك. انا بديك الفكره وانت اعملي، عايزه تزودي سكر زودي سكر. بس هو الكيلو حط عليه عشان هو محلي، حط عليه كوبايه سكر هرميه كده كبيره اهي يا حبايبي. وتملي بقى ايه الحله عليه ميه اهو، تملي الحله كده عليه ميه كده اهو. حط ميه بزياده يعني عشان لما يستوي يبقى فيه شويه صوص كده منه تاخديهم، واحنا بنضربوه هناخدوا الميه بتاعته اهو يا حبايبي. خلاص ما فيهوش اي حاجه. الجزر كيلو عليه كوبايه سكر هرميه كبيره، وهتحطها على النار لحد ما يستوي ويبقى كده مهري زي ده كده. شايفه اهو، شايفه ده مهرس ده، تمسكيه كده اهو تهرسيه كده بالشوكه كده تلاقيه اتهرس معاك اهو. شايفه لما بيستوي بقى بيروح شكله ايه بالميه بتاعته كده بالصوص بتاعه كده. خلاص يا حبايبي، هنعمله ايه بقى؟ تابعوني بقى اخر الفيديو ونشوفوا هنعمله ايه. كل سنه وانتم طيبين. هتجيب الخلاط اهو، الخلاط بتاع تيتا بقى، الخلاط الاثري ده بتاع زمان ده، انا ما بحبش اغيره والله يا حبايبي. الخلاط بتاعي ده بحبه، ما بحبش اجيب غيره، فبستعمله على طول لحد دلوقتي. بتاع زمان ده انتوا عارفينه بقى، بتاع زمان ده اه، الخلاط ده القديم ده بتاع زمان. هتعملي ايه؟ هتضربيه في الخلاط اهو، تسويه جامد. كيلو على كوبايه سكر هرميه، هتاخدي الميه بتاعته عشان ده بقى ايه هيبقى تقيل مركز. انت بقى عايزه ت... ت... تاخدي منه بقى على قد ما تاخدي وتخففي اهو. هتاخدي منه على قد ما تاخدي وتخففي زي ما انت عايزه، بس احنا هنعمله ده ايه مركز اهو.
مفيش مانع تزودي شويه ميه كمان اهو. ماشي يا حبايبي. خلاص هتضربيه بقى في الخلاط كده بالميه بتاعته بميته اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عشان تقيل هنزوده شويه ميه اهو لحد ما ينعم معاك خالص يبقى ناعم. اهو في المرحله بقى ديت هتعملي ايه؟ هتجيبي الباكو الجيلي ده، الباكو الجيلي عشان يبقى بطعم المشمش وريحته زي المشمش بالظبط. هتحطي معاها الباكو الجيلي كده. ممكن تدوبيه في شويه ميه قبل ما تحطيه في الشفشه، بس انا عشان الشفشه مليان ممكن تعمليها على مرتين، بس انا عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو عملت كله في شفشه واحد. لحد ما ينعم معاكي خالص اهو يا حبايبي. ده بديل للقمر الدين بطعم المشمش واحسن من الجاهز وحاجه مضمونه وعاملاها في البيت، بدل ما انت مش عارفه هو ده ايه ولا عاملينه ازاي. لا اعملي انت في البيت. لو انتوا حبايبي عايزين تعملوه لفات القمر الدين هتحطي معلقتين جيلاتين على الباكو الجيلي، معلقتين جيلاتين وتضربيهم كده اهوت وتحطهم في صينيه مربعه وتسيبيه يومين ثلاثه هيبقى معاكي لفات تحطي ورق زبده ويبقى عندك لفات قمر الدين. عايزه تخليه زي ما هو كده اشربيه عصير، خلاص خليه زي ما هو كده، عبيه في ازايز، عبيه في اكياس في الفريزر وشيليه عندك لرمضان. وكل سنه وانتم طيبين. وحطوا اللايك يا حبايبي، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه. خلاص يا حبايبي ده مركز. احنا كده كده قمر الدين بتنقعوه عشان يبوش في الميه. طب وانت على ايه تبقى تنقعيه وتبوشي في الميه؟ خليه زي ما هو كده اهو، خليه زي ما هو كده اهو. هتاخدي منه وتخففي بس بتخففي في الكوبايات، تحطي في الكوبايات كده اهو. شوفي تقيل ازاي، وتحطي في الكوبايات اللي انت عايزاه وتخففي زي ما انت عايزه اهو. شايفه مركز خالص اهو. عايزه تزودي سكر هتلاقيه محلي، عايزه تزودي سكر زودي سكر، مش عايزه تزودي سكر خليه على كده زي ما هو كده اهو. جميل وحاجه عاملاها بايديكي وحاجه طبيعيه ومضمونه واحسن من الجاهز. والله جربوه، انا قبل ما اعمله جربته، قبل ما بعمل الحاجه بجربها. ماشي يا حبايبي علشان اوريها لكم اهو. تقيل، عايزه تخففي اكتر من كده بصي تاخدي منه شويه يبقى عندك كده اهو قمر الدين خفيف. لو انت عايزه تعمليه حطي عليه معلقتين جيلاتين زي ما قلت لك وصبيه في صينيه على ورقه زبده او ورقه ستريتش وسيبيه يومين ثلاثه هيبقى عندك لفات القمر الدين بطعم قمر الدين وطعم المشمش وجميل واوفر من بتاع بره. بتاع بره غالي، لا احنا ليه بقى نشتروه غالي من بره؟ ما احنا في ايدينا نعملوه. والجزر مفيد والجيل المشمش مفيد وصحي ومفيد للاطفال وللكبار. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وحطوا اللايكات وانا بحبكم كلكم وشجعوني يا حبايبي عشان ربنا يكرمني في الشهر ده ان شاء الله في القناه بتاعتي تكبر بيكم. وانا بحبكم كلكم. حطوا اللايك يا حبايبي ما تستخسروش فيا اللايكات بتاعتكم. انا بشكر المشاهدين والمشتركين وبحبكم كلكم. كل سنه وانتم طيبين.